أمة المغرب، دولة المغرب. حبنا وطننا روح فداه، ومن يدس حقوقه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ملي كنبدا نقرا في تاريخ مدينة طنجة وكنبغي نبدا نحقق في بعض النصوص، طبعا كنبقى نوقف واحد الوقفة متأنية ومتفحصة قليلا، ومن ثم كنقدر نشوف بعض الأشياء اللي ربما يتم تمريرها بشكل مغالط أو تحمل العديد من المغالطات، ونستقبلها للأسف على أساس أنها حقائق تاريخية مسلم بها باعتبارها وثيقة، لأن الآن أصبحت بالنسبة إلينا أو عندما وصلت إلينا في هذا الزمان فهي تعتبر بالنسبة إلينا وثيقة. لذلك فليس كل الوثائق التي تصل إلينا هي وثائق معتمدة أو وثائق يمكن الوثوق بها إلى حد كبير. استوقفني نص نشر في كتاب مقالات ووثائق حول تاريخ المغرب المعاصر للدكتور المرحوم عبد العزيز التمتماني خلوق، في المقال الأخير من الكتاب بعنوان المطامع الإسبانية في طنجة. وجنب بين النصوص الواردة في هذا الكتاب في الصفحة 125 في فبراير 1919 أصدرت العصبة الإفريقية الإسبانية بيانا مطولا لخصت فيه الأطروحة الإسبانية إن مشروع إخضاع طنجة وناحيتها لنظام دولي يزرع منطقة غريبة في منطقة حمايتنا ليتنافى مع السلم والنظام اللذين تعمل إسبانيا على استتبابهما، على أن الأدهى من ذلك دون شك وأن تصبح هذه المنطقة خاضعة لدولة أخرى، فستحتل هذه الأخيرة بدون مبرر معقول وضعا امتيازيا في المضيق، وستمارس سيادة حقيقية عليه وعلى القسم الأكبر من المناطق التي شكلت سابقا المملكة الشريفة. وفي ذات الفقرة: وفوق ذلك فإن استقرار دولة أخرى في طنجة سيحط بشكل كبير من قوتنا المعنوية إزاء الأهالي، وسينسف كل التضحيات التي بذلتها إسبانيا من أجل السيطرة التامة والسلمية على منطقة حمايتنا. إن طنجة أصبحت إسبانيا منذ مدة طويلة، فالجالية الإسبانية هي أكبر جالية بها وأكثرها عددا في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وهي تمتلك أكبر قسم من الأراضي القروية والحضرية الموجودة في حوز الأجانب. أما بالنسبة للفنون والصناعة فلا يتجاوز إسبانيا أحد، فمعمل الكهرباء والإنارة العمومية من عمل الإسبان، ومؤسسة مدارس ألفونسو الثالث عشر للأطفال من كلا الجنسين هي مؤسسة إسبانية، والمسرح الذي بني على طرازنا الوطني والذي يحمل اسم سيرفانتيس هو مسرح إسباني. من أجل هذا فإننا نؤكد أن طنجة ومنطقتها ينبغي أن تشكل بالضرورة جزءا من منطقة حمايتنا. وفي ذات الصفحة صرح سفير إسبانيا في لندن في 16 فبراير 1920 بالقول: إن طنجة تنتمي جغرافيا وإثنوغرافيا وسيكولوجيا وبالتالي منطقيا إلى المنطقة الإسبانية. إنها إسبانية كأي مدينة أخرى في بلادي، فاللغة الإسبانية هي لغة الفئات العليا والدنيا من الأوروبيين ومغاربة ويهود
وأسماء الأزقة المتداولة والصحف والمسرح وأناشيد الأطفال هي أسماء إسبانية. إذن من خلال هذه النصوص نجد أن هناك إسقاطا واضحا من طرف الإسبانيين على اعتبار أن طنجة هي مدينة إسبانية، وهذا من الأخطاء التي كان يتم تمريرها في الدعاية الاستعمارية من أجل أن تسيطر إسبانيا على مدينة طنجة، بالرغم أنه كان يجمعها مع فرنسا في الاتفاقية التكميلية لاتفاقية الحماية في أكتوبر 1912 باتفاق على أن طنجة ستكون منطقة دولية أو ذات إدارة دولية. لذلك سوف أعمل في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى توضيح أن ما جاء في كلام الإسبان أو في كلام هذه الفقرات من مغالطات يتم الآن وللأسف الشديد القبول بها وتمريرها على أساس أنها حقيقة مسلمة وأنها وثيقة من الوثائق المعتمدة في تاريخ مدينة طنجة. أصدقائي، حلقتنا اليوم انتهت. ألتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، إلى اللقاء.